تشوف هو عنده ايه حلو وعنده ايه وحش. خلينا نقول اول حاجه، شجاعه جوه الملعب زيرو. يعني ايه شجاعه جوه الملعب؟ يعني مدير فني لما يبقى بادئ الماتش الفريق اللي قدامك مهزوز، ما دخلش الماتش لسه ما دخلش اجواء الماتش، المفروض ان انا بكمل استحواذ على الكوره، المفروض ان انا بقدم الدفاع بتاعي واضغط الفريق التاني ده في نص ملعبه، وافضل انا اهاجم لحد ما تيجي واحده. طيب جت واحده المفروض اهاجم اجيب الثانيه، خلاص. لكن انت ما هاجمت، انت ما جبتش جوان اصلا، انت عملت كورتين وقررت من نفسك ان انت تروح راجع ورا مدافع، خلاص. ده قرار مدرب، مفيش لعيب هيطلع من نفسه يبقى المدرب بيقول له هنهاجم ولا ملعبهم التكتيك هجومي، وهو يقرر ان هو يرجع يدافع من نفسه. مفيش حاجه اسمها كده. اللعيبه رجعت دفعت بناء على تعليمات فيريرا، خلاص. الحاجه الثانيه تكتيك جوه الملعب زيرو. انت ما قدمتش اي حاجه اصلا. الزمالك مش بس ماتش الاهلي، الزمالك من ساعه ما انت جيت انا ما شفتش معاك اي حاجه حلوه بصراحه. ما شفتش معاك لا اي تكتيك، ولا شفت معاك كل التكتيك اللي انت بتقدمه مع فرق وسط جدول، وبنطلع كسبانين بالعافيه، يعني اللي هو جو 1-0 وتفضل قاعد لحد اخر الماتش ايدينا على قلبنا. فدي ده التكتيك بتاعك، خلاص زيرو. اداء فني جوه الملعب زيرو. اداء خططي جوه الملعب زيرو. معالجه اخطاء اللي بتتكرر كل ماتش، كل الاجوان بتخش من نفس الحته ونفس المكان زيرو. تغييراتك جوه الملعب كارثه، تغييرات دي كارثه. انا كرمك ومديك 0-1. شخصيه مدرب بقى واقف على الخط، مش واقف مربع لي ايده واقف مستني هنشوف هنعمل ايه، واقف بيتفرج معانا زيرو. شخصيه مدرب جوه الملعب زيرو. تطوير لاعب زيرو. في مدربين لعيبه ما بتبقاش ظاهره مع مدربين كتير، بس في مدرب بياخد اللعيب يخليه يوديه في حته ثانيه، يبقى نجم تاني، خلاص. انت في الحته دي زيرو. المفروض انت عندك لعيب زي اخوان الفينا، المفروض ان اللعيب ده معاك يتحول لميسي. ده لو انت مدرب كبير تخدمه بطريقه لعب، تخلي عمر جابر يزيد عليه، تخلي اللعيب نص الملعب يميل عليه، يعملوا جبهه. احنا ما شفنالكش اي جبهه ولا شفنا لك اي نيله بصراحه. فانت زيرو. تدريب بدني، اللعيبه بدنيا يعني الناس كلها تشوف وتحكم. الزمالك على فكره والاهلي واقع بدنيا جدا، بس الاهلي اللي كسبه الروح وفوز عن استحقاقي يعني. انت الزمالك معاك بدنيا واقع. الزمالك عبد الله